السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنشكركم على الدعم ديالكم متواصل. اليوم غنناقش معك واحد الموضوع مهم بزاف. داكشي علاش غنقول لك حل معايا دماغك مزيان واستوعب هادشي اللي غنقول في هاد الفيديو. اول حاجه غندوي عليها هي السبب الحقيقي ديال الريباراسيون. ما غندويش على القصيرين اللي كيتسبقوا بالماطر ولا صحاب الكبراج ولا صحاب الصداع ديال الشكمه. هادي راه غير فئة قليلة داروها سبة باش ياخدو الناس مطروم وصافي. كنشوف شحال من واحد كبير فلاش ومولا وليدات عزو ليه موطورو في الديباناج وتالف مسكين ما عرف اش غيدير الله يحسن العوان. كون كان هذا هو السبب على شنط الحملة كما كيكتبوا لينا في المنابر الإعلامية ويضحكوا على عباد الله وديك الهضرة ديال والو، ما كناش غنشوفو دوك الناس اللي ما دارو لا بيديهم لا برجليهم كيتضروا حتى هما. واش عمرك شتي شي شرف بلحيتو كيكبري ولا مركب شكمه فيها الصداع؟ طبيعة الحال لا، مع ذلك يحبسوهم. يعني ماشي هذيك هي الفئة المستهدفة، يستهدفوا غير الناس اللي فيهم داك التبريش وداك النقاص ديال والو، ماشي هذاك هو الهدف ديالو. فبلا ما يضحكوا عليكم ديك الهضره ديال والو، حيت السبب الحقيقي ديال الريباراسيون او تعديل المحرك هو المشرعين، هو القانون المغربي، هو مدونة السير. هي راه هنا فين عندهم الخلل. هادشي اللي اعتبرناه خلل خاصو يتعالج، ولكن حتى حاجه ما كدوز بالغلط، كلشي مدروس ومقصود. الدوله راه قاصده هادشي وعارفه علاش كديرو، وغنذكر لكم السبب من بعد ما نشرحوا هاد النقطه ديال القانون. كلكم لاحظتوا السيلندرات اللي ولينا كنشوفوها في السوق المغربيه، سيلندر ديال 32 الى كاع عندك الزهر تلقى السيلندر ديال 39 سي سي ماكسيموم هو اللي كيدخل هاد الساعه. يعني فاشلين، ما واصلينش ل 49 سي سي حقيقيه اوريجين. هادشي نتفقوا عليه. القانون كيقول كل موتور عنده 2 الروايد ولا 3 الروايد بمحرك تساوي قوته 4 كيلووات أو أكثر، أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطرنته 50 سنتيمتر كيوب. يعني السيلندر ديال 49 ما خصوش يتعدى السرعة ديالو بحكم الصناعية 50 كيلومتر في الساعة. غنسطرو على 50 كيلومتر في الساعة. إلا جينا نشوفو السيلندر 49 في العالم كاملو الفيتاس ديالو كتوصل ل 70 حتى 80 كيلومتر في الساعة. يعني بحال بيجو 103 و ام بي كا والماطر اللي كانوا 50 شحال هادي راه ماشي حارين ولا. المهم كاين اللي كيقول لك دوطون واعر على 4 طون، ديك الهضره ديال والو ما كايناش. هذاك سيلندر 49 حقيقي بطبيعه الحال يكون حار. دابا راه كيضحكوا علينا بسبب هذا القانون هذا. دوك الماطر ديال فرنسا شحال هادي راه كانوا اللهم بارك مجهدين. دابا قالوا لك ما خصوش يفوت 50 كيلومتر، ما خصوش يفوت 50 كيلومتر في الساعه الموتور ديال الشينوا. علاش؟ المصنع الاسيوي كان ذكي. سيلندر 49 ملزم عليه يحترم النصوص ديال مدونة السير، يعني ما خصوش يفوت 50 كيلومتر في الساعه باش يخليوه يدخل ديك السلعه ديالو للسوق المغربيه، حيت ما يمكنش تنقص من السرعه ديال الموتور بديك المواصفات اللي بغات المدونه باش ما يفوتش 50 كيلومتر في الساعه. اشنو داروا الشينوا باش ما يخسروش ملايير الدولارات اللي كيستافدوها من السوق المغربيه؟ استغلوا واحد الثغره كاينه في القانون. اما هي في القانون كاين تحديد سعه الاسطوانه حد اقصى 49 سنتيمتر كيوب. يعني كاين تحديد الحد الاقصى، ما حددتش ادنى فئه او اقل قيمه في السيلندرات. يعني الشينوا واخا يصنعوا لك 20 سي سي ما خصوش يفوت 50 كيلومتر في الساعه وصافي. الدوله غادي تدخلوا على اساس انه 49 سي سي، واخا يكون 20 سي سي هو في الداخل. هذه هي الثغره اللي كاينه، والدوله راه ما مسوقاش للمواطن، راه ما كاين كور اعطي الله ور. هادشي علاش كنشوفوا الموتور فاشل ما كيطلعش في الطرقان وما كيهزش ضو بلاص، حيت ما فيش 49 حقيقي. فيه السيلندرات ديال 32 وديال 39 الا كاع عندك الزر. هذا ما كان. كون كان 49 حقيقي راه الفيتاس ديالو كتوصل 70 كيلومتر في الساعه.
حاليا شنو كيديروا الدراري؟ كيركبوا السيلندرات ديال 49 سي سي حقيقي. يعني خلينا من داكشي 49 قانوني حقيقي، ماشي داكشي ديال 32 ولا 39 سي سي. كيركبوا 49 سي سي حقيقي. جات واحد الفئه من الناس كيقولوا لك لا هذا راه ماشي 50، السرعه ديالو راه ما خصهاش توصل 80 كيلومتر في الساعه، هذا ماشي 50. جاو كيسمعوا 70 سي سي قالوا لك هذا سيلان 70 سي سي، في حين انه راه هذاك هو 50 حقيقي. يعني اش داروا؟ قلبوا كاع المفاهيم والحقائق زوروها باش كلشي يديو ليه الموتور. واخا يكون 50 ماكينه صغيره ما خصوش يفوت 50 كيلومتر في الساعه، هادشي كاين في القانون. يعني بلا ما تقول لي بيجو 103 و ام بي كا والموتور ديال فرنسا راه حارين كيكسيريو حيت فيهم دو طون، والشينوا كتبيع لينا 4 طون محرك ب4 اشواط. هادشي راه ماشي صحيح، غير كيبغيو يضربوا عليك الحقيقه وصافي. راه السيلندر 50 حقيقي راه حار وما كيخليوش يدخل، حيت كيفوت 50 كيلومتر في الساعه كما مذكور في المدونه. لو ان المشرع المغربي لمدونه السير زاد في تحديد السرعه وحددها في 70 كيلومتر في الساعه، راه ما كناش غنشوفوا الماطر فاشلين. دونك الناس ما يحتاجوش يديروا ريباراسيون، ما غاديش يعدل المحرك الى اخره ويعدلوا السيلندر وكيلاص وداك التخربيق. ما نشوفوش تعديل حيت الموتور داخل 49 سي سي حقيقي، داخل مرتاح، العالم كامل خدام به. يعني شكون اللي منوض علينا النحل؟ المشرع من الاخر. المصنع الصيني ملي كيجيب السلعه الفندور هنا في المغرب كيقول ليه هاك راه الموتور درناه فاشل باش ندوزوه في الديوانه، انت بريباري بيعو ولا دبر راسك. يعني هو ماشي شغلو، قال لي هاك السلعه وانت عم بحرك، راه ما غاديش يهزلك دو بلاص فيه السيلندر ديال 32 سي سي. المهم هادشي اللي كاين، الموضوع راه مفهومين لهاد النقطه هادي. الشينوا راه مطورة عاوتاني، راه دارت لك سيلندر صغير ودارت لك السيدية باش تفشل لك لا فيتاس ديال الموتور، وتلعبوا في الخيوط ديال التوصيل الكهربائي باش يدخلوا سلعتهم. المهم رجعوه فاشل بكل ما تحمله كلمة من المعنى. الخلل كاين في المدونة وخاص يتعاد فيها النظر، حيت قهرتوا المواطن بهاد التخربيق ديالكم. خرجوا واحد الكتبة جديدة قال لك هكا ارتفاع حوادث السير. معظم حوادث السير اللي كاينه في المغرب راه السبب ديالها هو الدراجات الناريه، هما اللي كيتسببوا فيها، لدرجه ان الشعب غسلوا ليه دماغو مزيان في ما ولا كيشوف شي موتور في الزنقه كيقول تفو هاد الويل هو اللي خرج علينا. هما اللي كيحصدوا الارواح في الطريق ويزيدوا ديك الاسطوانه كتسمعوها ديما. في حين ملي كنشوفوا نسبه الحوادث ديال الماطر كنلقاو الثلث. ايوا الثلثين الاخرين شكون مسببها؟ الا قلنا مثلا 30% ديال الكسايد الماطر هما اللي داروها، فين هي ديك 70% سيدي؟ شكون اللي دارها؟ داروها شي وحدين اخرين من غير الماطر. دونك الا بديتو تعالجوا نتوما مشكل ديال حوادث السير في المغرب غتمشيو تلقاو الحل لديك 70%، ماشي تحقروا على ديك الفئه القليله اللي هي 30%. سمحوا لي ندير البلان في ستاسيون ونرجع لكم ان شاء الله. فاصل ونواصل. ويلكم باك الخوت. قضينا الغرض، لقيت ريزيرفوار واقع ما كاينينش في الستاسيونات في الفيلاج، خاصك تضرب طواله الا بغيتي تعمر. anyway بارك علينا بالعقوبات والزيار والحملات وما عرفتش هادشي فين بيوصلوا كاع. كنصلحوا غير الطرقان بعدا والحفاري اللي كنشوفوها على مدار الساعه يوميا. عوض ما تسير كلي في الطريق مرتاح خاصك تبقى مركز مع الحفاري، تبقى تفانتي فيهم، تهرب تلعب معاهم. لا جاب الله طحتي في شي حفره في شي ظلمه راه هزك الماء مشيتي لانت لا الموتور يتقسم على جوج. يعني حتى الطريق ما مقاده وجايين بغاو يطبقوا علينا القانون. راه ما يمكنش واحد المواطن ما عطيتيش ابسط الحقوق ديالو وكتفرض عليه بزاف د الواجبات، راه ما يمكنش، راه ما كيدخلش للدماغ. كاينه واحد القضيه عاوتاني باش نفهموا واحد البلان. ملي كتوقع شي جريمه قتل مثلا، شنو هي اول حاجه كيفكر فيها البوليسي اولا المحقق؟
اول حاجه كيفكر فيها، اول سؤال كيتطرح هو من المستفيد؟ شكون اللي مستفيد من هاد الجريمه؟ مثلا لقاو شي راجل ميت في دارهم وجاو البوليس لقاو مليوح، اول واحد يشكو فيه البوليس هي الزوجه ديال هذاك السيد الا كان مزوج، كيدخلوها في قائمه المشتبه فيه. هاد القضيه راه معروفه. دونك خاصنا نشوفوا اكثر واحد مستفيد من هاد الوضع المزري اللي حنا فيه، هاد الحمله والتخربيق كامل. شكون اول مستفيد في هاد الشيء هذا؟ بطبيعه الحال تلقى الدوله هي المستفيد الاول والاخر من الحمله، حيت كندويو على فلوس صحيحه الاخوان. راه داكشي راه بزاف ما ساهلاش. من مورا الدوله كتجي فرنسا. فرنسا هي المستفيده من هادشي اللي واقع لينا دابا حنا. فرنسا هي مستفيده في الكواليس انتقاما من الغزو الصيني للسوق المغربيه. فرنسا كانت عندها حصه كبيره في السوق، جات الشينوا عزباتها في المنافسه. كندويو على جوج العمالقه الاخوه. اوتوماتيكمون فرنسا ما غتنسحبش بلا ما دير رد فعل، هادي راه ما يمكنش، ضروري دير واحد الانتقام، نعتبروه انتقام سياسي اقتصادي. لا ما يجيو دوك اللي كيضحكوا على نظريات المؤامره، راه العالم كامل كيتمشى بالمؤامرات والمخططات والتنافس بحال قانون الغابه، البقاء للاقوى. نرجعو للسوجي ديالنا، الحمله وقانون الدراجات الناريه. من هاد الفئه عندهم علاقه كبيره بفرنسا، حيث القوانين ديال الدراجات السايكونت جاو بالتزامن مع اغلاق فرنسا المصنع ديالها بيجو 103 و ام بيكا. يعني الوقيته فاش انسحبات ما بقاتش كتصنع 103 ودوك الدراجات ديال السايكونت اللي كانوا شحال هادي. من ديك الوقيته والمغرب خدام بهذا القانون هذا اللي باش يضربوا المنتوج الصيني. هذا انتقام. دونك الدوله عندها يد في هادشي، غير كيضحكوا علينا بالاسطوانه ديال الشاكمه، لا الكبراج، لا حوادث السير، لا راه العدد المطر اللي كاينين في الهند والصين راه كثر باضعاف مضاعفه من المغرب. دونك هادشي راه سياسي اقتصادي لا غير. علاش ما تقول لك الشينوا اللي فيها المطر بحال الدبان؟ علاش ما يقولوا لك حوادث السير مميته وما عرفت شحال الاحصاءات كيقدروا هنا في دوك الارقام؟ الله ياخذ الحق من المنابر الاعلاميه اللي كتغسل الادمغه ديال الناس وصافي. تا ولاو كيكرهوا هاد الفئه ديال المطر اللي تيتحشم تسوقوا قدام عباد الله. شوفوا واحد الدرجه اللي وصلوا ليها في غسيل الدماء. وي سولت الذكاء الاصطناعي على هاد المساله، يعني واش فرنسا متدخله في هاد الشيء، واش دايره يد مع الدوله باش ينتقموا من المنتوج الصيني. كندوي على الدراجات الناريه في المغرب. شنو كان الجواب ديال الذكاء الاصطناعي؟ كان الجواب ديالو انه اكد لي كلامي، قال لي فعلا كلامك منطقي وصحيح، وكتعرفوا بلي الاي اي راه واعر في تحليل المعطيات وسريع باش يحصل على النتائج اللي في غالب الاحيان كتكون دقيقه. فاش كتعطي شي حاجه الذكاء الاصطناعي فيها المؤامره، راه الجواب ديالو راه باين، كيقول لك هاد الهضره ما مناش، كيرفضها، ما كيامنش بهاد النظريات نهائيا، في حين انه كيامن بالمنطق والتفكير العقلاني السليم، كيامن بالعلوم شحال من حاجه. انا براسي تفاجات ملي وافقني الراي في هاد المساله، يعني روبو وافقني الراي في هاد التحليل هذا اللي كنقول فيه. لذلك قبل ما تضحك في لي كومونتير وتبدا تشرق وتخرب، من حقك، هو من حقك، انت حر. هو فكر مزيان في هادشي اللي تنقول لك، وانا متاكد غتوصلك الفكره. باش ما نطولش عليكم، تسناو الفيديو الجديد غنزيد نشرح فيه علاش ماما فرنسا هي السبب ديال هادشي اللي واقع لينا حنا حاليا. التفاصيل الممله غنطرحو نقطه بنقطه، ونتمنى الشعب المغربي يوعى وما يبقاش يتاثر بوسائل الصرف الصحي اللي كيسموها المنابر الاعلاميه. راه كيدسوا لينا السموم والتفاهات من الاخر. وسائل الاعلام راه عبد الفلوس والنفوذ، هادي راه اقذر واحقر ما يكون في العصر اللي حنا فيه دابا هو الاعلام المنحط.
كيتحكموا فيه كما بغاو. ومع الاسف الشديد بزاف الناس تكبوا مع القطيع وكيأثروا لهم في الافكار ديالهم ويقلبوا لهم جميع المفاهيم، يجعلون الحق باطلا ويطيرون الباطل حقا. اتمنى تكون وصلتكم الفكرة. كان معكم بكر امين، موعدنا في الفيديو الجاي ان شاء الله، بلا ما نطول عليكم، و بيس.